السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اول مبدأ عندنا في الاو او بي، الا وهو الانكابسوليشن. الانكابسوليشن ده بيعني التغليف. طب يعني ايه التغليف؟ واحد هيجي يقول لي انا عارف التغليف اللي هو الطبيعي بتاعنا ده، ان احنا مثلا بيبقى عندنا حاجة معينة فبنغلفها. اقول له طب انت بتغلفها ليه؟ اقول له انا بغلفها علشان احافظ عليها وعشان ما تبص وعشان مثلا ما تتأثرش. هقول له ما هو دي الانكابسوليشن او التغليف برضو الموجود في البرمجة. يقول لي ازاي؟ اقول لك مثلا انا بيبقى عندي متغير معين، لما اعمل له تغليف. انا بعمل له تغليف ليه؟ لان مثلا انا مش عايز اي حد يلعب في القيمه بتاعته، مش عايز اي حد يديله اي قيمه، مش عايز اي حد اللي هو يوصل له بكل سهوله. بغلفه. خلينا نقول مثلا بلفظ تاني مثلا بحصنه. طيب انا ممكن اعمل حاجه زي دي ليه؟ هقول لك ليه. طيب تخيل مثلا ان انت مثلا عندك مثلا بتعمل نظام لمعرض عربيات. تمام. فعندك في النظام، انت عندك مثلا لما بتيجي تدخل بيانات عربيه مثلا بيقول لك ان يعني مثلا بيقول لك عدد الاطار العربيه كام، اللي هو عدد الكاوتشات يعني. هل ينفع انت تقول له اتنين؟ لا. هل ينفع تقول له تلاته؟ لا، ما هو مش توك توك، ده عربيه. يبقى انت احيانا بتبقى عايز ان المتغير ده هو يكون ليه قيود، يكون ليه شروط علشان تخزن او تديله القيمه دي. يعني مثلا انا بالمثال اللي قدامي ده دلوقتي، انا عايز اغلف المتغير ده بحيث ان ما ينفعش ياخد قيمة اقل من 4، لان ما فيش عربية اقل من 4 عجلات او 4 اطارات. وصلت؟ طيب مثال تاني ومثال مشهور. تخيل مثلا انت بتعمل مثلا نظام لمستشفى، فجاي لك مثلا بيانات، انت بتدخل بيانات مثلا المرضى. فمثلا يجي يقول لك ايه، دخل بيانات المريض، ومن ضمن البيانات دي يقول لك عدد الاذرع بتاعه المريض، عدد الادرعه. هل ينفع تدخل له 6؟ هل ينفع تدخل له 3؟ مش منطقي، لان معروف ان عدد الاذرع بيبقى 3، او سوري، عدد الاذرع بيبقى 2، او لو لا قدر ربنا عارفين لو في حد عنده مشكله ممكن يكون واحد، ممكن يكون يعني معروف يعني في ليميت معين، في كود معين، في شرط معين ما ينفعش، او ما يبقاش منطقي ان لو احنا تخطيناه. يعني مش منطقي ان انا اقول له ان انا عدد الاذرع بتاع المريض ده 3. مفيش واحد بثلاث ادرعه. فاذا انا في الوقت ده بابقى محتاج ان انا اغلف المتغير ده بحيث انه ما يتاثرش، او بحيث ان هو يعني مثلا خلينا نقول ما يبقاش يعني سلس ومرن مع اي حد، لان هو طبيعه المتغير ده حساس. يعني المتغير ده مش مفتوح ان انت تدخل له اي قيم. مش يعني مثلا ما ينفعش تيجي تقول لي 10 ادرعه. الموضوع مش مفتوح، لا هو مقيد عليه شروط. يبقى اذا انا بحتاج ان انا اغلف المتغير ده علشان لما الشخص اللي هيستخدم المتغير ده او هيدخل قيمه، يدخل قيمه مظبوطه، ما يعملش اي عبث، او ما يدخلش اي قيمه، او ما يدخلش اي قيمه مش منطقيه. جميل. جميل. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نشوف ازاي ان احنا ايه نغلف متغير ده. استناكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.